سلام. 75 عام وانا خدامه في واحد المخبزه في باغي. كان الاختصاص ديالي هو لا جينواز، نصايبها ليهم حيت كانت كتصدق معايا 100%. من بعد ملي سرقوا الطريقه من عندي جراو عليا. داكشي علاش نصيحه، ما عمركم تبارطاجيو الحوايج الخاصه بكم مع كحل الراس، حيت غادي ياخذ حاجته منك وغيقول لك باي باي. وانا جيت نبارطاجي معاك لا جينواز اللي غتجيك ناجحه 100%. واخا ما يكونش عندك المول فين تصايبيها، تقدي تصايبيها في هاد البواطه ديال الحليب ديال الدراري الصغار. يكفي انك تفرشي ليه ورق الطبخ باش ما تلصقش لك لا جينواز فيه، وراه غتجيك زوينه بحال دايرها في المول ديالها. في واحد لو بول غديري 5 ديال البيضات، غتعزلي الابيض بوحدو والصفر بوحديتو، وغتزيدي واحد 2 ديال السكر الفاني وواحد القبيصه ديال الملح. وما تنسيش تبوسي يدك مور ما ديري الملحه باش تجيك الحاجه ملحه وزوينه وتجي صادقه. هادوك 5 البيضات اللي فرقنا البياض على الصفار، غتشدوا داك البياض ديال البيض وغادي تطربوه مزيان حتى تبان لكم الكشكوشه طلعات. وغتاخذوا 190 غرام ديال السكر وغادي تبقاو تزيدوها شويه بشويه وانتم كطربوا، شويه بشويه وانتم كطربوا، ويكون الطراب على اعلى درجه. صافي غتبقاو تطربوا داك البيض حتى يطلع لكم مزيان. وملي كتحيدوا الطراب كتلقاو فيه بحال واحد القميقيم ديال العصفور، يعني راه لا جينواز راها غادا مزيان. صافي وما كتقلبوا لوبور راه ما كتسيحش، يعني كتبقى ثابته. من بعد غتجيبوا داك الصفرة البيض، غتبقاو تزيدوا بالوحده وفي نفس الوقت الطراب نقصي ليه الجهد ديالو، يعني كنتي دايره 4 رجعيه لواحد. صافي وتبقاي طربي بشويه. من بعد تزيدي 190 غرام ديال الطحين وغادي تبقاي تضيفي بشويه وغربليه. واخا تكوني ديجا غربلتيه عاودي غربليه. صافي وبقاي ديري بالخلاط اليدوي حركات من التحت للفوق حركات دائريه. من بعد تجيبي ديك البواطات الحليب وغادي تخوي فيها داك لا جينواز ديالك، وغادي تحاولي تخويها من الهواء شويه بشي معلقه ولا شي حاجه. صافي ودخليها للفران يكون شاعل من قبل على درجه الحراره 160 درجه، ومن الفوق ومن التحت، وخليها طيب على خاطرها. انا خدات معايا ساعه ديال المكانه، وراك شفتوها كيفاش جات واعره غزاله ما لصقات ما حتى شي حاجه، وخدات وقتها في الطياب. وكنتمناها تعجبكم، وما تنساوش حركه الاكسبلور وتبارطاجيو مع صحابكم وتشجعوا الشباب اللي يلاه طالعين. وبالصحه والراحه، وكنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير.